السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كونوا معنا في هذه الرحلة الجميلة لاكتشاف نقش أثري جميل يعود للقرن الهجري الأول. هذا النقش من النقوش الإسلامية النادرة، عمره أكثر من 1300 عام تقريبا. واشتياق لا يحد فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. حبك الساكن فيا لم يزل يهمي علي. يا حبك الساكن فيا لم يزال يهمي علي. بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا. بهجة في الروح فاضت وسلاما أبديا. صلي يا ربي عليه واسقنا من راحتيه. صلي يا ربي عليه واسقنا من راحتيه. ذابت الروح وتاقت وبكت شوقا إلي. ذابت الروح وتاقت وبكت شوقا إليه. يا حب فيا وجد واشتياق لا يحد. فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. يا رسول الله قلبي. طبعا وصلنا مكان هذا النقش التاريخي كما تشاهدونه في الخلفية، وسنحاول الصعود لهذا النقش وقراءة النصوص الواردة فيه. أشكال الحجارة هنا غريبة عجيبة، وكما تشاهدون نحاول الصعود. المنطقة لا نقول وعرة بقدر ما هي يعني يصعب صعودها بسهولة. ما زلنا في منتصف الطريق للوصول لهذا النقش. طبعا النقش ما زال في الأعلى، وفي الطريق يوجد هذا النقش الذي قراءته اللهم صل على زيد بن حسن أنت وملائكتك المقربون، حسب ما قرأه الأستاذ محمد المغذوي. حياكم الله من أمام هذا النقش التاريخي الإسلامي الذي عمره مئات السنين، يعود للقرن الهجري الأول، أواخر القرن الهجري الأول
أو بداية القرن الهجري الثاني. هذا النقش الشاهد على نزول سيدنا زيد بن سبط النبي صلى الله عليه وسلم بن الحسن بن علي بن أبي طالب في هذا المكان. هذا النقش الإسلامي العظيم عمره أكثر من 1300 عام، نحاول سوية قراءته والتدقيق في نصوصه. استفدنا ذلك من الباحثين الذين زاروا المكان. طبعا على ما يبدو نزل زيد بن حسن في هذا المنزل، نقش هذا النقش التاريخي العظيم الذي يقرأه كل من زار هذا المكان. نحاول سوية أن نقرأ نصوص هذا النقش. آمن زيد بن حسن بالله وحده لا شريك له، وشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن محمدا عبده ورسوله، على ذلك حي ما حي، وعليه يموت إذا مات، وهو يسأل الله أن يقربه من محمد في الآخرة، أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قربه منه في الدنيا. لعله يقصد يعني كما قربه منه في النسب في الدنيا، وأن يجعله من أحباه وأصفياه ونجباه. اللهم بارك لنا في منزلنا هذا، واذرأ، كما تشاهدون في السطر الثالث من أسفل، وذ يعني مكتوب في آخر السطر وذ، وتكملتها في السطر قبل الأخير، واذرأ عنا شره وشر كل ذي شر، وارددنا إليه مرمرا كثيرا، أو لعلها مرارا كثيرة، تصحيف أو ما شابه. فهذا المنزل شاهد كيف بدأ بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. آمن زيد بن حسن بالله وحده لا شريك له، ويشهد على نفسه بأنه سيحيا على ذلك ما حي ويموت عليه، فمن عاش على شيء مات عليه. ثم يسأل الله سبحانه وتعالى ويبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربه من سيدنا محمد في الآخرة كما قربه منه في الدنيا، إما في النسب لأنه ابن سبط النبي صلى الله عليه وسلم، ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، أو كما قربه منه في المنزلة. فنحن هنا على بعد تقريبا 50 كيلومتر من المدينة النبوية. وأن يجعله من أحبائه وأصفيائه ونجباء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول اللهم بارك لنا في منزلنا هذا الذي نزل فيه، واذرأ عنا شره وشر كل ذي شر، وارددنا إليه مرارا أو مرمرا كثيرا، لعلها مرارا كثيرة، كأنه أحب هذا المنزل الذي نزل فيه. ويوجد نقش سنقرأه بعد قليل في الأسفل. هذا النقش الأول الذي في الأعلى، وهذا النقش الثاني لزيد بن الحسن، لعله أنفس من النقش الأول بحكم كمية الكلمات والأسطر في هذا النقش، فهي قرابة 7 أسطر. وحسب ما أفاد الباحث محمد المغذوي أن هذا النقش قد يكون أكبر نقش إسلامي مكتشف من حيث عدد الأسطر وثبوت نسبته للقرون الأولى. ويوجد فراغات في هذا النقش بحكم عوامل التعرية ومرور سنين طويلة على هذا النقش، لكن نقرأه كما قرأه الباحث محمد المغذوي المختص في قراءة هذه النقوش، ونقول فراغ عند المكان الذي فيه فراغ. اللهم اغفر لزيد بن حسن ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ووفقه لما تحب وترضى من فراغ ثم فراغ، وآته من الخير كله، وأعذه من الشر كله، شر الدنيا وشر الآخرة. وفراغ ذلك وما أيضا يوجد فراغ، إنك على كل شيء قدير، وليس شيء فراغ. ثم بداية السطر الرابع أيضا كما تشاهدون فراغ، ثم صلاح الدنيا وفلاح الآخرة، قرة العين في نفسه وولده وما آتاه الله، وأن لا تريه من ذلك شيئا يغيظه ولا يحزنه أبدا. ما يوجد فراغ، إنك على كل شيء قدير، وأن تدرأ عنه شر الجن وشر الإنس وشر ما يكره ويتخوف من منزله هذا، يقصد هذا المنزل، وشر ما يتخوف من منزله هذا وغيره، وأن تنزله منزلا مباركا ميمونا تبارك له فيه وتقويه فيه على اتباع مرضاتك
واجتناب سخطك. يا الله، معاني هذا النقش والله تحتاج محاضرات وخطب حتى يقف الإنسان على بعض هذه المعاني العظيمة. يبدأ هذا التابعي الجليل بالافتقار إلى الله وطلب المغفرة منه، فيقول اللهم اغفر لزيد بن حسن، لأنه يعلم أن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فحتى النسب للنبي صلى الله عليه وسلم بدون الإيمان لا ينفع الشخص، وإلا لانتفع بذلك أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النقش كما تشاهدون 7 أسطر، والنقش الذي في الأعلى أجمل بحكم الخلفية السوداء لتلك الصخرة، وكل هذه النقوش بدون تنقيط كما تشاهدون، كما كان الخط العربي قديما لا يحتاج لهذا التنقيط، فهم عرب أقحاح. ثم جاء التنقيط، ثم جاءت ما يسمى بالحركات التي الضمة والفتحة والكسرة لما دخلت العجمة إلى اللسان العربي. انتهت رحلة توثيقنا لهذه النقوش التاريخية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لصاحبها وأن يلحقه بسيدنا محمد وأن يقربه منه في الآخرة، نحن وإياه كما تمنى في هذا النقش. هذه هي آثارهم التي بقيت خالدة إلى يومنا هذا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فاترك على صفحتك في الفيسبوك، تويتر، هذه الصفحات أثرا تذكر به بالخير بعد موتك، فكله مكتوب عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد، فيا حب فيا وجد